السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم هذا الدرس، طريقه كيفاش تفصلي القفطان. هذا قفطان بلا حزام، غادي يتلبس بلا حزام، وغادي يكون مسدود، ما فيه لا فتاحي لا فتحه القدام لا فيه الجناب. بالنسبه لهذا الثوب ديال الجوهره ما كيكونش فيه العرض بزاف. اول مرحله اللي كنديرو هي كناخذوا على الكليانه المقاسات، كنعبروا لها الكتاف، طول الكم، التركيز، الصدر، لي هونش، طول الكلي ديالها. ولا كانت كتلبس في دوره الدراع كنعبروا لها دوره الدراع. ومن بعد هذه المرحله كندوزوا للمرحله ديال المقاسات، باش نقادوا المقاسات. مثلا الكتاف الا عندهم 40 كنديروهم قسمه جوج، هي 20. ملي كنبغيو نطبقوها على الثوب كنديروا، الا كنا ثانيين الثوب على جوج كنزيدوا 2 سنتيم ديال الخياطه هذه في الامام. الا كنا دايرينو على 4 كنزيدوا 1 سنتيم ديال الخياطه. من بعد ما كناخذوا المقاسات وكنقادوهم وكنفصلوا الثوب، كتكون واحد المرحله قبل ما نفصلوا الثوب كنمشيو نروموا الثوب، عاد كنجيو نفصلوه ونسورجيوه ونرجعوا ناخذوا الخدمه ديالنا، عاد كنبداو في الخدمه. المهم بالنسبه للفصاله كنشدوا الثوب كنطويه على الطول ديالو، كنتنيوه على جوج، كنجيو للحافه ديال الثوب كنعبروا الطول ديال السيده زائد ما بين 6 حتى 10 سنتيم اللي كنزيدوها في الطول. مثلا الى عندها متر مثلا و30 كنزيدو 10 سنتيم، ما بين 10 6 سنتيم على حسب الطول ديال الثوب. بعض المرات الا ما كانش غيكفينا الثوب باش يخرج لينا الكمام والدوفات غنقادو نديرو غير 4، نديرو ديك العطفه صغيره. قبل نتي ما تبداي تاكدي من الثوب انه غادي يجيك هو هذاك، تكوني خايداها وكنمشيو على لي هونش والطول. ملي كتطويه على جوج وكتاخدي داك الطول زائد 10 سنتيم ما بين 6 10 لوغلي، كتحدي تما فين جاك الكتاف، كتجي في الوسط تاع الثوب ماشي في الحافه، كتبداي تما كملي كتبداي الكتاف. كندوزو ناخدو المقاسات. عندنا الكتاف مثلا قسمناهم على جوج لقينا فيهم 20، غنزيدو 2 سنتيم غنحطو 22. هنايا كان كيسحب لي الكاميرا راه شاده مزيان ولكن ما شادش مزيان. مره اخرى ان شاء الله غادي نعاود لكم مقرب. المهم تابوناو في القناه اللي بغات تعلم ومهتمه بالفصاله وتعلم من الدار بدون ما تخسري لا فلوس لا حتى شي حاجه في سبيل الله. نبغيو غير دعوه الوالدين والوليدات يصلحهم لينا الله سبحانه وتعالى. انتي غادا تتبع معايا المراحل، اللي عندها فكره غتفهم، اللي ما عندهاش فكره راه غادي تفهم، ولكن المره الجايه غادي نعاود لكم ان شاء الله الدرس. بالنسبه قلت لك تحدي الكتاف 20 زائد 2 سنتيم هي 22 سنتيم. البلاصه اللي تكون الجهه اللي كتكون مسدوده في حددنا داك المستقيم ديال الكتاف ديال 22 كناخذوا بحال هاد الجوهره، راه ملي كتفصليها كتلقيها تزادت في العبار. غادي ديري 7 سنتيم مع تقطيعات المقص. الثوب تيطرخا تيتجبد واحد شويه، داك العنق تيجي واسع ولا التركيز، ولا خصكم تردوا البال لهاد القضيه. كندخلوا ب7 سنتيم باش غنديروا دوره العنق، ومن الحافه نيت باش نهبطوا ديك الهبطه ديال العنق بغيتيه في ولا بغيتيه داير، في كلتا الحالتين كنهبطوا بنفس المقاس. كنهبطوا ب 14 سنتيم، كنديروا ديك في ولا كنديروه دائري. باش كنميلوا الكتف ب3 سنتيم. بالنسبه كندوزو للتركيز. طول التركيز على حسب الكليانه، واش غليظه واش ضعيفه واش طويله واش قصيره، وغالبا كتاخذيه من الكتاف. كنهبطوا ب20 سنتيم. فين وقفت لينا ديك 20 سنتيم تنديروا الربع ديال الصدر. الربع ديال الصدر حتى هو زائد 2 سنتيم. علاش تنزيدوا هاد 2 سنتيم؟ كنزيدوا هاد 2 سنتيم على قبل الخياطه. الظهر كنزيدوا فيه 1 سنتيم حنت مسدود من الخلف، اما الامام راه كيتخيط من الجناب وكتخيط من القدام، دونك كيكونوا 2 سنتيم. كنحدوا الصدر مثلا الدوره ديال الصدر
عندنا فيها مثلا 125 ولا 130 ولا كتقسم على 4. مثلا قسمنا على 4 وخرجت لنا 30 سنتيم، كنديروا 32 سنتيم في السطر باش ملي كتمشي الخياطه كيبقى لينا هذاك العبار ديال 30 سنتيم. كنهبطوا من عند الكتف الفوق ولا من تحت التركيز 12 سنتيم، وكنديروا عبار الصدر ناقص 2 سنتيم الا كانت سيده ضعيفه، الا كانت غليظه ناقص سنتيم اللي هو الحزام. الحزام ما كنضطروش نعبروه، ما كنضطروش نعبروه الا في حاجه وحده، الا شي وحده بغات تخدم الرومي تما فين كنضطروا نعبروه باش كنجيبوا لها داكشي هو هذا. اما البلدي ما كيحتاج، كتخرجيه من الصدر ناقص 1 ولا 2 سنتيم على حسب الكليانه واش عندها هذاك الخصر ديالها عامر ولا ما عامرش. بالنسبه لي هونش كنهبطوا من هذاك الحزام فين تحدد داك السطر ديال الحزام، كنهبطوا ب20 سنتيم. هذيك 20 سنتيم بها غادي نحدوا الوسط اللي هو الدوره ديال الحوض. حتى هي ملي كدوري المتر على السيده كتقسمي على 4 كديري زائد 2 سنتيم. مثلا عندنا 33 كنزيدو 2 سنتيم هي 35. بالنسبه للجلال على حسب واش بغات تفتحي بالجناب ولا بغات تفتحها القدام ولا بغاتو مسدود. ماشي بالضروره عفوا يعني المقاس ديال الجلال ما عندوش علاقه بشي حاجه اخرى، عنده علاقه بواش بغات تفتحي في الجناب ولا بغات تفتحها القدام ولا بغاتو مسدود. الا بغات تفتحي في الجناب كنزيدو على الحوض 5 سنتيم، بغات الفتحه القدام كنزيدو 10 سنتيم، بغاتو مسدود كنزيدو حتى 15 سنتيم 18 سنتيم على حسب الحوض ديال السيده. حيت كاين اللي يكون عندها الحوض كبير مثلا عندها 37 ولا 38 راه خصنا نديرو ليها حتى 50 الا كانت هذه مسدوده. المهم من بعد ما كنكونوا خدينا هذوك المقاسات كاملين كنتاكدوا من هذيك الدوره ديال التركيز ديالنا اللي لاقينا ما بين الهبطه ديال الكتف الفوق مع الصدر، نتاكدوا منها واش هي هذيك ولا لا. كنكونوا ديجا حنا خايدينها على السيده ولا ما خديتهاش ماشي بالضروره تاخديها. المهم هي حتى هي كتكون المقاس ديالها على حسب السيده واش ضعيفه ولا غليظه. كتبدا تقريبا من 22 سنتيم هذه في الدوره، حيت كاينين البنات تكون ضعيفه كتلبس غير 22 في الدوره ديال النصف ديال الدوره ديال التركيز، وكاينه اللي ما شاء الله كتلبس 36 37 تتكون غليظه. باش يجي هذاك قفطان ولا جلابه مريحه خاصك تكبري لها التركيز. المهم كتاكدي منه، حيت بعض المرات مع جوهره كتزاد في العبار. كون كانت مليفه ما غاديش نقول لك انا تاكدي منه، لكن جوهره خصك ضروري تاكدي منه عاد فاش تقطعي بالمقص. ولا قطعتي خصك ترجعي تعبريه باش تشوفيه واش كبير ولا صغير. الا كان هو راه كيكون كبير ضروري كيتزاد. الا حطيتي فيه مثلا 23 كتجي تعبري كتلقاي فيه 25 حتى 26، هذيك الزياده خاصك تنحيها باش ماشي ملي تسيي على السيده ولا تخيطي تولي عاوتاني حاله فاتقه من جديد، وهذاك الحلان صعيب ما يمكنش تبقاي تضيعي فيه الوقت. من الاول قادي الخدمه ديالك. ولي سياج ضروري لي سياج باش ما تطيحوش في المشاكل، خصوصا المبتدئات ضروري ديروا لي سياج. ملي تقطعي وتسورجي جمعيها بالماكينه، ما عندكش الماكينه جمعيها بايدك بالبرا والخيط ولا الفنيت. شي فنيت يكونوا ما عندهمش الراس، ما تيكونوش تيدقوا بزاف، صافي تتجمعيها وكتقيسيها على السيده. من الاحسن ديري برا وخيط. الا ما عندكش الماكينه، عندك الماكينه راه كبري الغرزه ديريها في الخمسه وجمعي، ديري مونطاج عادي دغيا بالسربه لاقي الكتاف الكمام جمعي كلشي وعيطي الكليانه تجي دير لي سياج باش تشوفي واش كاين شي مشكل ولا ما كاينش. كانت مقاده داكشي اللي بغينا، كان شي ديفو في شي بلاصه راه حنا كنقادوه ليها كنعاودو ندخلو في الثوب. المهم دابا غادي نقطع الدوفات الاماميين وغادي ندوزو باش غادي نقادو الخلف.
المهم هادو هما الدوفات. انا هنايا نسرحهم باش كنشوف واش داكشي كيبان مقاد ولا لا. الا بان لي شي حاجه ماشي هي هذيك كنقادها. بالنسبه لهاد البلاصه هادي لقيتها شوي طالعه، خصني نقصها باش تجي مقاده مع الكتف، وكيبان الكتف طايح بزاف. هاد الجوهره راه تتزاد في العبار مع المقص. ملي كتقطعيها ردوا البال في التركيز باش ما تيجيش خايب. هي قد ما جمعتيها قد ما كتجي مزيانه. دابا غادي ندوزو باش غادي نفصلوا الخلف اللي هو الظهر. غادي نخليو الثوب على جوج وغادي نعاودو نطلعوه الفوق. وهذيك الدوفه اللي فصلنا ديال القدام غادي نشدوها. الكتاف ديالها غنردوهم بالعكس، يعني الجهه اللي ضعيفه اللي ما فيهاش العرض هي اللي غادي نديروها الفوق الكتاف، والجهه الجلال غنديروها في البلاصه العريضه هكا باش يقدنا الثوب وما نلقاوش مشكل. هاد الفصاله كيقولوا ليها الداخل في الخارج ولا تنكيس، كل واحد وبشنو كيسميها. يعني معكوسه على العكس، كتكون الكتاف في جهه ومن بعد ملي كتبغي تفصلي كترديهم الجهه اللي ناقص فيها العبار في العرض، والجلال كيكون في الجهه اللي فيها العرض كيف ما كتشوفوا دابا معنا في الفيديو. مهم الا ما كانتش واضحه لكم شي حاجه تقدروا تخليوا لي تعاليق نشرح لكم اكثر. اللي بغات تعرف شي حاجه وبغات تعلم الخياطه، وانا ننصح اي وحده تعلم شي صنعه تفيدها، ما تبقاش غير جالسه، ما تبقاوش غير يعني حاضين غير القيل والقال. ضروري الواحد يعمر الوقت ديالو. المهم بالنسبه للدوفه ملي كنقادوها على الظهر كنصايبوها مزيان ونشوفوا الثوب اللي لتحت ديال الظهر ربما يكون متني من شي بلاصه، وكنخرجوا 1 سنتيم على الظهر. علاش كنخرجوا 1 سنتيم على الظهر؟ نخرجوا 1 سنتيم على الظهر لانه الظهر كيف ما قلنا مخيط غير من الجناب، اما الامام راه مخيط من الجناب ومن القدام. الا انا حطيت هذاك الثوب ديال الدوفه القدام على الظهر مقاد سيغ ميزور، يعني ما كنشيطوش باش كنخرجوا من على القدام، كنخرج داك 1 سنتيم ديال القدام، راه كيجيني الظهر فيه واحد التبويقه اللور، كيجيني زايد كبير على القدام، وهنا كيكون مشكل ملي كتلبس الكليانه، خصوصا الا كانت ضعيفه. مازال الغليظه تقدر ما يبانش فيها المشكل، ما يبانش فيها العيب، ولكن اللي ضعيفه كيبان فيها العيب. كيولي عندها الظهر اللور كيبان كبير على القدام، وتيولي عندها مجموع الثوب كيفاش غادي نقول لك. المهم راه غادي تكونوا ملاحظين هاد القضيه، كيولي كيبان عند الظهر ديالها مشكشك بزاف. المهم بعد ما قاديت الثوب غادي ندوز باش غادي نقطع الدوفات ديال غادي نقطع الدوفه ديال الخلف، وغادي ندوز باش نقاد الكمينات.
من بعد ما طوينا الثوب على 4 كندوزو باش كنقادو هذاك المستقيم. قبل كنكونوا نشوفوا الثوب ملي طويناه واش مديكالي في ديك الجهه. الا كان مديكالي كنهبطوا شويه. انا شفتوني فين حددت المستقيم ما طلعتش للفوق، علاش؟ حيت كاين الديكالاج غادي يجيني ديفو. كنحدد جوج المستقيمات باش كنحدد واحد المستطيل اللي غادي نخدم به. هذوك المستطيل كناخذو تركيز، كندير فيه التركيز ديالي. الا عندي 23 حط 23، 22، 24 على حسب المقاس. وكنحدد الطول به باش كنخرج هذاك المستطيل. كنديروا الطول زائد 2 سنتيم. الا كنتي مبتدئه ديري 3 سنتيم باش ما تلقايش مشكل، اما 2 سنتيم راه كافيه. الا شي وحده معلمه راه كافيه، لان السورجي راه ما كندخلوش في الثوب، كنسورجيو غير الحافه. والخياطه كدير لنا 1 سنتيم. الا كانت عندنا 59 غادي نديرو 61. ملي غادي تخيط الدوفه ديال اللبسه ديالنا راه الكم غادي يرجع فيه 59 ديالته، حيت ديك 2 سنتيم غتمشي لينا في الخياطه. المهم من بعد ما نقاد هذا المستطيل كنجي البلاصه فين سطرت بالستيلو النوب الاولى فين حطينا هذاك المقاس ديال التركيز. كنجيو لهاد البلاصه اللي كاينه فين من جهه الكتاب، يعني الجهه اللي محلوله ماشي مسدوده. كنهبطوا ب 14 سنتيم، ما بين 12 و 14 سنتيم كنهبطوا بها وكنلاقيوها مع ديك النقطه. مهم انتظروا واحد شويه، انا غادي نوريكم بالضبط شنو غادي نديرو. المهم هنا كنحدوا التركيز. دابا حطيناه بلاصه فين درت النقطه تاع الستيلو، من تماك غادي نهبط ب 14 سنتيم ولا 12 سنتيم غادي نحددها. وفين وقفات درنا هذيك النقطه الستيلو غادي نلاقيوها مع الراس الفوق ديال في الجهه المسدوده فين عبرنا التركيز ديالنا. وغادي نقسموا ديك المسافه على 4 ديال، وغادي نطلعوا بواحد سنتيم ولا 2 خارج الكم، وغندخلوا في الكم من الجهه الاخرى من الجهه المسدوده غادي ندخلوا بواحد سنتيم. وغادي نلاقيو دوك النقاط بالطباشير ولا ستيلو. غادي نديرو هاد البيروكي باش كنقادو به هذيك الدوره اللي كنلاقيو ما بين التركيز والراس ديال الكم لتحت. بالنسبه الراس ديال الكم راه كنديرو فيه 18 سنتيم، وعلى حسب الكليانه. كاينه اللي كتبغي اكثر كتقول ديري لي 25، 20 حتى 30، وكاينه اللي كتبغي غير 16 سنتيم. هاد السيده بغات 19 سنتيم درنا ليها 19 سنتيم. دابا قبل ما غادي نقطع خصني نسيي الدوفه، التركيز ديال الدوفه مع التركيز، انا راه نسيت هنايا، مع التركيز ديال الكم باش ملي نكون نخيط يجيني داكشي هو هذاك، ما يكونش مشكل، ما تجينيش الدوفه صغيره ولا كبيره ولا العكس. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه اكثر ان شاء الله. ولا بغيتي تفهمي اكثر في المجال ديال الخياطه وبزاف الحوايج اللي ما تلقايش شكون يوريها لك، خلي ليا التساؤل ديالك في كومونتير وانا غادي ندير لك فيديو نجاوبك على التساؤل ديالك، سواء كان على الطروام، سواء كان على من تاخدي الخيط، توب، بغيتي تعلمي اي حاجه. وان شاء الله غادي تكوني ان شاء الله محترفه في الخياطه الا تبعتيني ان شاء الله. انا عاد فكرت ندير لكم دروس، واخا الصراحه ما كانش التصوير واضح، انا عرفت التصوير ماشي واضح، ولكن مره اخرى كنوعدكم غادي ندير لكم تصوير واضح وتفاصيل ممله ان شاء الله. غير ما تنسوناش من التعاليق ديالكم ولي لايك، ونتمنى ان شاء الله لكم يوم سعيد.